أهم ثالث مرجع في التاريخ الإسلامي هو الموطأ، كتاب الإمام مالك. طبعا الإمام مالك رحمه الله ولد 93 هجري، توفى 179 هجري. السيدة عائشة رضي الله عنها توفيت كم يا جماعة؟ 58 هجري. يعني بين السيدة عائشة، بين وفاة السيدة عائشة وبين ميلاد الإمام مالك 35 سنة تقريبا، 30 سنة. فهو معاصر جدا. يعني احنا نستطيع أن ندرك السياق اللي كان موجود قبل ميلادنا ب30 سنة، نستطيع أن نسأل الناس الموجودة. فالإمام مالك ولد في المدينة المنورة، والمدينة المنورة كلها الأنصار وأولاد الأنصار. فأهمية هذا الكتاب إنه هو المرجع الأساسي في تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، معاوية بن أبي سفيان، والدولة الأموية. الموطأ الإمام مالك يكاد ذكره سيدنا علي مرة أو اثنتين فقط، وده لأنه سيدنا علي حكم فيه الكوفة. طيب إيه أهمية هذا الكتاب؟ أهمية هذا الكتاب في عدة أمور. أنه مبني على الجزم واليقين. يعني أي واقعة تاريخية، وأنا هذكر نماذج الآن، أي واقعة تاريخية يذكرها بتكون وصلته عن طريق التواتر المتفق عليه عند جميع الشهود العيان في المدينة المنورة. بمعنى أن هو مالك، الإمام مالك نفسه كفقيه لا يأخذ به الخبر اللي هو قال فلان قال عن فلان قال عن فلان. الفقهاء لا يأخذون بهذا. الفقهاء يأخذون به أحكام الخلفاء. يعني مثلا تيجي النهارده مثلا بعض الإخوة السلفيين يقول لك هذا مثلا صحيح لأنه في حديث بيقول كذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يقول لك لا، أنا هل فعل الرسول هذا؟ هل حكم أبو بكر بهذا؟ يعني حتى لو أنت قلت له والله حكم مثلا خالد بن الوليد بهذا، يقول لك لا، أنا عاوز حكم أبو بكر، حكم عمر، حكم عثمان، حكم معاوية. لماذا؟ لأنه الخليفة مؤسسة عنده مجلس استشاري. الخليفة هو رئيس المحكمة الدستورية يعني في تعرفنا هذا الأيام. فحتى الحكم اللي أصدره خالد بن الوليد لابد يكون رجع فيه لأبو بكر الصديق، أو أبو بكر الصديق أجازه. فهو مش حكم خالد بن الوليد، لا، حكم أبو بكر. فهنا حتى لو سيدنا علي أصدر حكم في عهد أبو بكر، في عهد أبو بكر، فهو حكم مين؟ في حكم أبو بكر، لأن أبو بكر أجازه على هذا الحكم. فهنا في هذا بيقول لك حكم بكذا أو قضى بكذا. معناها إيه يا جماعة؟ معناها أنه أتى بشهود، حقق في هؤلاء الشهود، اجتمع مع الصحابة، أخذ آراء الصحابة، راجعوا القرآن الكريم، راجعوا أفعال الرسول وسنة الرسول وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا اتخذ أبو بكر الصديق هذا الحكم أو هذا القرار. فهنا الفعل كما تشاهدون استمر على فترة زمنية طويلة، وأطراف يعني الفتوى بتصدر بناء على صورة بانورامية، يعني واخد الصورة من كل أبعادها وبعد تحقيق وعلى الجزم واليقين، وبالإضافة إلى أنه هو قريب زمنيا أصلا وهو عايش في المدينة المنورة. فأي واقعة تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ومعاوية والدولة الأموية، تجدها في موطأ الإمام مالك. على سبيل المثال مثلا أحد المشايخ السلفيين، وأنا أحبه ولكن للأسف عنده بعض الخرافات، يعني مثلا الخليفة الأموي الرابع مروان بن الحكم. مروان بن الحكم رضي الله عنه ده من صغار الصحابة، وهو كان مدير مكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني هو كان مع ختم عثمان بن عفان، وكان كاتب عثمان بن عفان. فهذا الشيخ يعني ربنا يهديه اللهم امين، يقول انه هو زور خطابات على لسان سيدنا عثمان، هو افسد، استغل غفله سيدنا عثمان، وان سيدنا عثمان اصبح عجوزا، يعني وده ابن عم سيدنا عثمان بالمناسبه يعني. فلما ترجع مروان بن الحكم فيما بعد هيكون ضد سيدنا علي في معركه الجمل، هيكون مع السيده عائشه وطلحه والزبير، وفيما بعد هيصبح ولي المدينه المنوره، سيدنا معاويه هيعينه ولي المدينه المنوره، وفيما بعد سيصبح الخليفة الأموي الرابع. تمام. كنت أقرأ بالأمس في كتاب مسيحي مصري يعود للعهد العباسي يعني، فده التاريخ الرسمي، كتاب اسمه تاريخ البطارقة، فيصف مروان بن الحكم وأقول: وجاء مروان بن الحكم إلى مصر فكان نارا كالأسد، وأخذ جميع كل مناطق مصر بسرعة شديدة. يعني الوصف المسيحي الكنسي لمروان بن الحكم أنه رجل قوي جدا وشديد جدا، وده يفسر لك لماذا عثمان بن عفان رضي الله عنه استعان به. وطبعا الأحداث أثبتت أن مروان رجل قيادي، لأنه عرف يعيد تأسيس الدولة الأموية مرة أخرى. مش عايزين ندخل في تفاصيل. طب احنا عاوزين نعرف ما يقال عن مروان بقى، أنه هو كان راجل فاسد ولا رجل صالح. نقوم نبحث في الموطأ على كلمة مروان، فتجد مثلا في الموطأ الإمام مالك تقريبا 20 مسألة فقهية يأخذها من مروان بن الحكم، لأنه هو ولي المدينة وقاضي. فالإمام مالك يقول: الرأي الشرعي في هذه المسألة كذا، لأن مروان بن الحكم قضى فيها بكذا. فأنت تجد هنا في الموطأ الإمام مالك أن مروان رجل صالح وفقيه، ومن كبار فقهاء الأمة الإسلامية بالمناسبة، وموجود في حديثه موجودة في البخاري يعني.
لما تروح بقى في كتب العصر العباسي هتلاقوا شتيمه في مروان ولعن في مروان وادعاءات، ومروان مراته خنقته بالمخده ومش عارف مروان عمل ايه، ومروان اكاذيب ما انزل الله بها من سلطان. فالامام مالك ولد فين؟ في عهد الدوله الامويه 93. الدوله الامويه سقطت 132 هجري، يعني هو عاش 40 سنه في الدوله الامويه، وكتب انتاجه الفكري في عهد الدوله العباسيه، فلا يستطيع احد ان يزعم ان هو كان بيجامل بني اميه ولا شيء من هذا القبيل. انا اللي لاحظته في موطأ الامام مالك، وفي كذلك في مسند الامام ابو حنيفه، وكذلك في كتاب فقه الشافعي، انهم بيعتبروا دوله الخلافه الراشده والدوله الامويه كتله واحده. يعني يقول لك احنا بناخذ بهذه الفتوى لان الخليفه الاموي هشام بن عبد الملك المتوفى 125 هجري قضى بهذا. وكقاعده هتجدوا ان كل فقهاء الدوله الامويه معتمدين، يعني الزهري بن شهاب الزهري، المكحول في الشام، ميمون بن مهران، ابن سيرين في البصره، الحسن البصري، الشعبي في الكوفه، كل فقهاء الدوله الامويه معتمدين، ما في حد يستطيع يقرب منهم بكلمه. لما تخش بقى في الدوله العباسيه عينك ما تشوف الا النور بقى، لان الدوله العباسيه اتت بالمترديه والنطيحه والفسقه والفجار ووضعتهم في المساجد كي يشوهوا التاريخ الاسلامي اللي هو تاريخ الدوله الامويه. فانت مثلا ابحث على اسم يزيد في الموطأ. طبعا الكتاب كتاب فقه، ولكن هو بيشرح الفقه، بيشرح وقائع. مثلا سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله، اللي هو نسب له كذبا انه قذف الكعبه والمنجنيق وانه هو قاتل ومجرم، فهتجدوا روايات انه كان بيشتم الصحابي الكبير عبد الله ابن عمر بن الخطاب، ابن عمر بن الخطاب، وصحابي مهاجر ومن الصحابه العلماء الكبار، يعني اللي كانوا متفرغين لنشر الفقه الاسلامي والسنه النبويه، يعني يشبه وزير التعليم في عهدنا الان يعني. فستجدون انا بحثت على اسم الحجاج في الموطأ، اريد ان اعرف ماذا كتب الامام مالك عن الحجاج. والامام مالك مولود بعد الحجاج مولود بعد وفاه الحجاج ب10 سنوات تقريبا يعني، او 7 سنوات. فيعني لسه ايه من الحدث نفسه، حدث سخن، وكل شهود العيان قابلهم الامام مالك. فوجدت انه سيدنا الحجاج كان يطيع عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني اكثر مما يطيع الخاتم في اصبعه، لا هو ضربه ولا شيء من هذا القبيل، بل كان شديد الطاعه له. وهذا ما يسجله الامام مالك في فتوى، يعني هو بيتكلم عن فتوى ولكن ضمن الفتوى بيتكلم عن تاريخ. فلما تبحث على الاسماء اللي بتشتم في موطأ الامام مالك هتكتشف انك امام دولة أموية أخرى صالحة راشدة، عكس الكلام الخرافات اللي احنا بنسمعه. وفي نفس الوقت ده كله مبني على الجزم واليقين. طبعا موطأ الإمام مالك له أكثر من رواية، أنا بقول لكم خذوا بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف يعني. أيا ما كان ده الفقه المالكي، فهو كتاب في الفقه، ولكن لما تجد وقعة ذكرها الإمام مالك فورا أي وقعة مخالفة لها أو ضدها ارميها في الزبالة. ناتي لمسند الامام ابو حنيفه، وده كتاب مهم في الفقه ولكن في التاريخ الاسلامي. الامام ابو حنيفه مولود 80 هجري، متوفى 150 هجري، يعني هو ايضا تشكل وعيه في عهد الدوله الامويه. لما سقط الدوله الامويه كان عمره كام؟ كان عمره 52 سنه، وكتب انتاجه الادبي وكذا في عهد الدوله العباسيه. التاريخ الاسلامي عباره عن نهر، من يشرب في البدايه يشرب ماء صفيا نقيا، وبعد ذلك الحيوانات بقى تبدا تدخل على النهر تبول في هذا النهر. فأنت كلما تتقدم يعني كلما نتأخر نزل بالعصر العباسي بقى تجد الكلاب بالت فيه والحيوانات بالت في هذا النهر التاريخ الإسلامي. فلذلك هتجد الكتب المتقدمة، مسند أبو حنيفة يقدم لك صورة صحيحة عن سيدنا علي، لأنه هو أبو حنيفة كان في العراق وسيدنا علي في العراق. فأبو حنيفة عارف من الشخصيات الموثوق بها التي يأخذ منها التاريخ الصحيح لسيدنا علي. هتجده في معركة صفين بيتحدث عن أحكام في معركة صفين، بيتحدث عن أحكام في القتال، في أحكام في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، اللي هي أحكام صحيحة عن سيدنا علي بدون مبالغات وبدون خرافات وبدون كل هذه الأمور. يعني فاتني مثلا موطئ الإمام مالك. الآن الكذابين والجهلة يقولون الدولة الأموية كانت تسب وتلعن سيدنا علي على المنابر. لما تبحث في موطئ الإمام مالك بأسماء الخلفاء الأمويين، مثلا مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان والي المدينة المنورة في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان، فكان والي المدينة تقريبا 15 سنة. مروان بن الحكم اللي هو الخطيب المسجد النبوي في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان. مروان هذا أعطى علي زين العابدين، علي بن الحسين رضي الله عنه، أعطاه دين، بل إن هو بيذكر له هذا، وده مذكور في كتاب الأم الإمام الشافعي كما سنأتي بعد قليل. يقول له ما أكرم أبيك علي بن أبي طالب، اللي هو جده يعني علي بن أبي طالب، فإننا لما هزمنا في موقعة الجمل لم يلاحقنا ولم يجهز على جريح ولم يسلب ولم يأخذ غنائم، ولا يعني جدك علي بن أبي طالب كان أخلاقه عالية يعني. ده تجده فين؟ ده مروان بن الحكم الوالي الأموي في عهد معاوية بن أبي سفيان بيشيد بأخلاق سيدنا علي لحفيده، يقول له جدك كان راجل محترم جدا،
مفيش بقى لا شتمه ولا لعنه ولا كل الكلام الهلس اللي انت بتسمعه هذا. فهتجدوا امور كثيره جدا تكذيب لكل هذه الوقائع يعني. وكذلك في المسند الامام ابو حنيفه، فدي كتب هو بيذكر فتاوى، ولكن يعني مثلا في معركه صفين، في معركه صفين يقول ان علي سيدنا علي رضي الله عنه كان لما يصلي بجيش العراق يعني يقنط على معاويه، يعني يدعو على جيش معاويه واهل الشام. وكان معاويه لما يصلي هو وجيش يقنط على سيدنا علي، يدعو على سيدنا علي. فالواقع هنا هو بيتحدث عن احكام القنوط في الصلاه، وبيتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في القنوط، ابو بكر عمر عثمان، ثم ياتي عند علي. هو معاويه ذكر عنه تقريبا مره واحده، انا بحثت عن اسم معاويه في الكمبيوتر في مسند الامام ابو حنيفه وجدته ذكره مره واحده في هذه الواقعه. المهم لما تيجي في الموطأ الامام مالك هتجد كثير جدا ذكر معاويه، لان هو الامام مالك بالنسبه له بياخد بفقه الدوله الامويه ككل يعني. المهم مش عاوزين ندخل في هذه التفاصيل يعني. طيب الامام ابو حنيفه هنا بيقول ايه؟ انه فعل معاويه هو فعل علي. طيب في موطأ مالك ايه العلاقه بين سيدنا علي ومعاويه؟ كيف كان ينظر كل منهما للاخر؟ هتجد انه سيدنا معاويه حصل في عهده وقعه قتل، رجل قتل رجلا اخر، فلما القوا القبض على القاتل لماذا قتلته؟ قال لانه مارس الفاحشه مع زوجتي، الزنا يعني. فسيدنا معاويه ماذا يفعل؟ فارسل لابو موسى الاشعري وقال له اسال علي بن ابي طالب ما حكم هذا؟ فسيدنا علي قال له هذه لم تحدث في المناطق الخاضعه لي، فايه السؤال الغريب ده الواقعه دي؟ فقال له معاويه ارسل لي. فهنا هتجد ادي واقعه يقينيه مذكوره في الموطأ الامام مالك. لن تجد بقى في الخرافات في الكتب العصر العباسي حاجه ثانيه. ايضا كتاب الام للامام الشافعي وهو 150 هجري ل 204 هجري، ايضا هو قريب العهد، وفي نفس الوقت كتاب مبني على الفقه والجزم واليقين. وهو يورد يعني انا في حدود ما بحث جزء من تاريخ الخوارج وتصرفات سيدنا علي معهم من هنا. تصرفات سيدنا علي في موقعة الجمل ايضا وجدتها في كتاب الامام الشافعي. تجد امور هو ياخذ الجزم واليقين والتي وردت عن اكثر من شيخ او من كتب سابقه. وطبعا الفقه الامام الشافعي هو يدمج الفقهين الحنفي والمالكي معا، ده فقه الامام الشافعي يعني. طيب في طبعا الفتاوى بتاع الامام احمد بن حنبل، لكن الامام احمد بن حنبل طبعا عنده المسند ده له قصه اخرى يعني. كثير من الاكاذيب التي تلصق على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مصدرها مسند الامام احمد بن حنبل. والامام احمد بن حنبل مسند، انا يعني كل من ادعى قولا على لسان الرسول هو وضعه في الراوي الشيعي، الراوي من الخوارج، الراوي من الكذا، وضعه طالما حصل اتصال. يعني مثلا عند النهارده اليوم السلطان عبد الحميد السلطان العثماني قابل عمانويل كراسو، فعمانويل كراسو طلع قال قابلت السلطان عبد الحميد وقال لي كذا كذا. يعني عمانويل كراسو كتب في مذكراته ما داره بينه وبين السلطان عبد الحميد مثلا عن انه يريد انشاء اسرائيل مثلا في فلسطين. فهنا الامام عمل ايه؟ مسند، يعني كل شيء نسبوه للسلطان عبد الحميد بشرط ان يكون حدث اتصال لهم بين السلطان عبد الحميد، لكن هو صح ولا خطأ ده موضوع اخر. نقول في الاخر النهايه بعد ما تقرأ كل هذا بدأنا بالقرآن، لابد ترجع للقرآن الكريم، لأن تجد القرآن الكريم فيه ضبط لكل هذه الأمور. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا فيديو أنا عملت عنوانه قصة الخوارج، وأنا استعنت بكتب الخوارج واستعنت بالقرآن الكريم واستعنت بصحيح البخاري واستعنت بكتاب، يعني أنا نفذت في الحلقة قصة الخوارج هذا المنهج الذي سرت عليه هنا في هذه الحلقة والذي شرحته. ولكن فاتني أن أنا أخذ كتاب تاريخ المفسر في تاريخ العرب قبل الإسلام، ولكن أنا رجعت للقرآن الكريم التركيبة الاجتماعية، ويعني إلى حد ما يعني يكون فيديو موفق بإذن الله إن شاء الله يعني. وإن كان يحتاج إلى مزيد من البحث بإذن الله إن شاء الله، إذا ربنا يعني أمد في عمري وعدت تصويره بعد 2 3 سنوات يكون الإنسان اكتسب يعني معلومات جديدة لا يعلمها حتى الآن يعني. وكما قال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله العظيم. أرجو مشاهدة هذا الفيديو. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك. هناك فيديوهات الوثائقيات التاريخية أرجو أن تشاهدوها لأمانة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.